البرودكت دي المرة دي على مجموعة فوط السيارة. معانا 4 منتجات في العرض. تمام. أول حاجة معانا الفوطة دي جديدة، النسيج بتاعها مختلف ومش موجود عندنا في أي حاجة في جرين واي. هي كبيرة، مقاسها كبير، شكل النسيج بتاعها زي ما انتم شايفين كده. ده النسيج الناحية الناعمة، ده النسيج الناحية الخشنة. حلوة جدا، امتصاصها عالي. هي يعني تحسها رابر شوية، مش قماش، لا يعني مختلفة، نسيجها مختلف. قوة امتصاصها عالية جدا. الجزء دوت عشان التضليع اللي فيه دي، ممكن لو في اي حاجة على الصاج بتاع العربية او اي حاجة حتى على التابلو او كده، ممكن ان هي تنظفها بسهولة. في نفس الوقت ان هي امتصاصها 9/10. ده درجة امتصاص عالية جدا. والبوليشنج بتاعها واخدة 8/10 برضو عالية جدا. وبتعمل سكرابنج 5/10. فيعني هي صراحة المواصفات بتاعة الفوطة كامتصاص وكسكرابنج وكتلميع عالية جدا. فالفوطة دي نازلة معانا في العروض وسعرها حلو قوي ومميزاتها جميلة جدا. حتى مش لازم في العربية، هي تنفع للبيت، ممكن للرخامة، لتنظيف الأسطح مثلا اللي هي بتبقى مبلولة باستمرار أو كده، فدي هتبقى مناسبة قوي يعني. خلينا في الفوطة التانية. الفوطة دي الأكثر استخداما من المنتجات العربية. ده شكلها، بصوا السمك بتاعها عالي جدا. هي وبرة من الناحيتين، تعتبر نفس نسيج فوطة التراب تقريبا، بس دي هي مش بتنفصل. هي اصلا كلها على بعضها السمك بتاعها تخين، مختلف عن فوطة التراب. سمكها تخين عشان تمتص اكبر كمية تراب، وبرده بتمتص مية درجة عالية جدا. امتصاصها 9/10. وبتعمل تنظيف من غير يعني تنظيف التراب من غير ما تعمل بهدلة او عفار مثلا، بحيث ان هي لو العربية عليها تراب كتير نقدر ننضف. تستخدم جافة ومبلولة، يعني ممكن انا وهي ناشفة انضف العربية، وفي نفس الوقت وهي مبلولة برضو بتلمع العربية حلو جدا. ممكن استخدمها لجوه العربية او بره العربية، وللتابلو وللازاز كمان. ده بالنسبة للفوطة اللي هي ذات وجهين اللي معانا في العرض. تالت حاجة معانا اللي هي الفوطة بتاعة السيارة، المقاس الكبير 55×70. دي نسيجها مختلف عن الفوطة الصغيرة. يعني دي نسيج تويست، ده نسيج تويست اللي هو قريب شوية من فوطة الأرضيات، بس الفوطة دي أتخن من فوطة الأرضيات، وليها إطار كده من الحرف بيحافظ عليها، عشان لو هتستخدميها للعربية أو حتى لو هتستخدميها للبيت كفوطة أرضيات هي حلوة جدا. ده الظهر بتاعها، الظهر مختلف عن الوش فيه وبرة، والظهر كده ممسوح كده، والناحيتين ينفعوا يستخدموا للتنظيف يعني التنشيف والتلميع. تمام. بس الفوطة الكبيرة غير الفوطة الصغيرة في النسيج. طبعا فرق المقاس كبير واضح اهوت. ده المقاس اللي هو 55×70، وده مقاس الفوطة اللي هي الصغيرة اللي معانا لذات الوجهين. النسيج ده غير النسيج ده، بس الاثنين ممتازين في تنظيف العربية. اخر حاجة معانا مجموعة السيارة الصغيرة. المجموعة دي حلوة قوي. المجموعة دي فيها قفاز السيارة. القفاز دوت فيه الناحية دي النسيج بتاع فوطة التراب قريب من النسيج بتاعة الفوطة دي. تمام. والناحية التانية النسيج بتاعها عايزة اقول لكم ان هو ممكن يبقى قريب من الناحية دي يعني شوية. هو بيعمل سكرابنج وفي نفس الوقت بينظف حلو جدا. يعني لو في بقع مثلا على فرش العربية، او في بقع حاجة لازقة على الصاج بتاع العربية او على التابلو، هينظفها حلو قوي. وعايزه اقول لكم كمان ان ده ينفع لتنظيف فوطه، تنظيف قصدي في البيت. يعني ممكن تستخدمي القفاز دوت في البيت، ان هو دي تبقى للاتربه، وده يبقى للبقع وللسجاد والمفروشات والكلام ده. فهو ممكن ينفع قفاز مفروشات كمان. الفوطه دي اسمها فوطه التلميع، او تنفع فوطه الازاز. هي مختلفه عن فوطه الازاز اللي هي بتاعه البيت، بس ممتازة جدا لتلميع الازاز وتلميع فوانيس العربية وتلميع التابلو. خفيفة وسهلة الاستخدام. هي قريبة شوية من نسيج الفوطة العامة اللي عندنا في فوط التنظيف، بس هي ممتازة جدا للتلميع الازاز والفوانيس بتاعة العربية والكلام ده. فالمجموعة دي بتيجي على بعضها كده، اسمها مجموعة السيارة الصغيرة، ودي برضه معانا في العروض. كده احنا ديت هي منتجات العربية اللي معانا في العروض الاسبوع دوت.
يا رب اكون شرحتها كويس. شكرا.